رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وأي عزومة في رمضان ما بتخلاش من غير الجلاش باللحمة المفرومة. هعمله معاكم النهاردة رولات ونقطعه كده صوابع. طعمه تحفة وطريقته أسهل من السهولة. أول حاجة هجيب صينية وأحط معلقة من الزيت، وهنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ إن أنا أشوحها، وأول ما يبقى لونها بني كده هنزل ببصلاية كبيرة بشراها، وبعدين أشوح البصل مع اللحمة كويس جدا، وانزل بقرن فلفل رومي وفلفل أحمر، وممكن نحط فلفل حامي، واحط ميكس التوابل، الملح مع الفلفل الاسود وقرفه وشويه بهارات لحمه وكمان زعتر. وبعدين هجيب لفه الجلاش. لو الجلاش بتاعكم سميك حطوا ورقه واحده، لو رقيق قوي حطوا ورقتين فوق بعض. وهبدا ان انا احط حشوه اللحمه المفرومه والفها كده رولات، وبعدين هجيب صينيه وادهنها سمنه كويس جدا، وهرص الرولات بتاعتي بالشكل دوت واقطعها كده صوابع، وبعدين هدهن وشها سمنه تاني وادخلها الفرن في الرف اللي في النص لمده ربع ساعه. اول ما لونها كده يحمر من تحت هطلعها على طول، واحط كوبايه من اللبن، وبعدين هدخلها على الشوايه. هتطلع بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. اللهم بارك، هتبقى حلوه جدا على السفره في رمضان. جربوه بقى، والف هنا وشفا مقدما. مستنيه كل تطبيقاتكم. كانت معكم هبه عبده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.